أول وقفة يعني كانت في المركب التجاري سوق الأحد، يعني أمام يعني مدخل رقم 10، يعني تمديد على السيارة يعني خارج عن نطاق القانون بما فيها الإقصاء الممنهج، التهميش، عدم إشراك يعني الجمعيات الفاعلة في القطاع السياحي. من بعد عدة مراسلات ما كانش كيجاوبنا. من بعد يعني فتح معنا واحد الحوار، درنا واحد الاجتماع رسمي. كان السيد باشا ديال المنطقه الحضريه اكادير المحيط، السيده القائده يعني الممتازه في الملحقه الاداريه اكادير المحيط، والسيد المندوب يعني درنا السيد المندوب الجوي السياحه، درنا اجتماع يعني ارشاد سياحي. السيد المندوب قال لك هذا افترض تحدث لك داخل الاجتماع يعني الاسئله اللي كنعطي. قلت له انت تصريحات من السيد الوزيره، قال لك اودي راه كاينين واللي ما قدر هو يدير والو. قلت له يعني انت قال لك انا اني يحتاج اجتماع يعني هذه السياسه ديال الاقصاء اللي تعرفنا عليها جميعا في المباراه الاخيره اللي عرفت يعني مجموعه ديال الخروقات بما فيها الزبونيه والمحسوبيه والسياسه ديال المحاسبات وديال اعطاء فرص. زوار موقع وطن، جريدة وطن، مرحبا بكم. نستضيف اليوم رضوان أوري في حلقة جديدة. رضوان أوري رئيس جمعية منتدى رؤية أكادير للتنمية الاجتماعية. هذه الجمعية اللي فاعلة في القطاع السياحي، وبالضبط متمركزة في مركب تجاري سوق الحد. الهدف من هذه الجمعية المساهمة في تطوير وتنمية القطاع السياحي المتمركزة بالمركب التجاري سوق الحد خاصة، والمدينة ديال أكادير عامة. كما تضم الجمعية في بين أعضائها منخرطين ذو كفاءات ميدانية في القطاع السياحي. في البداية كنشكر رضوان أوري اللي لبى الدعوة ديالنا باش نسلطوا الضوء على واحد المجموعة ديال النقاط اليوم، ونبينوا للرأي العام ماذا يجري داخل أسوار سوق الحد والمدينة والقطاع السياحي بصفة عامة. رضوان أوري، مرحبا بك. بالنسبه يعني المحطات النضاليه اللي كتقودها يعني الجمعيه اللي كتضم كفاءات الميدانيه في الارشاد السياحي، اول وقفه يعني كانت في المركب التجاري سوق الاحد، يعني امام يعني مدخل رقم 10، يعني تمديد على السياسه ديال يعني الاقصاء يعني الممنهج الكفاءات الحقيقيه اللي في عمرهم في خدمه القطاع السياحي، تمديد على التضييق على الجمعيه من طرف يعني واحد اللوبي اللي متحكم يعني في القطاع السياحي بسوق الاحد، واللي هو اللي كيصنع القرار. يعني ما كاينش شي كلمه اخرى، يعني ذاك اللوبي هو اللي متحكم في القطاع ومتحكم في المركب التجاري سوق الاحد. ويعني حنا كنلقاو واحد التضييق منه، وكنلقاو بانه كيعطي تعليمات على الجمعيه والاعضاء ديالها، يعني باش يكون لهم واحد الحصار، واحد يعني حنا كنا كنعيشوا يعني مقاربه امنيه، وهذاك هو اللي خلانا يعني نديروا ديك الوقفه حدا المركب تجاري سوق الاحد باش نسلطوا الضوء على الاكراهات يعني والممارسات اللي كنا كنتعرضوا لها سابقا والتضييق على الجمعيه. بالاضافه نظمنا يعني وقفات احتجاجيه امام ولايه الجهه، وكنطلبوا بها السيد الوالي الجهه يعني المحترم باش يتدخل يعني في الملف المطلبي. يعني احنا ما كنسميوش ملف مطلبي، يعني كنسميهم حقوق يعني تسلبات لينا وتعطوا للدخلاء اخرين. كنا كنظموا وقفات احتجاجيه يعني باش السلطات المحليه نديروا الانتباه ديالها وتدخل يعني باش تلقى الحلول يعني جذريه للاكراهات اللي كنعيشوها. درنا جمعيه يعني من بعد يعني من بعد يعني المحطات اللي كنا كنقودوها يعني امام ولايه الجهه، يعني تدخلت السلطات المحليه، فتحت باب الحوار. هي مشكوره بعد على هاد المجهودات الجباره اللي كتصب في المصلحه العامه. استدعوا المندوب الجهوي للسياحه يعني باش يكون واحد يعني باب ديال يعني يكون باب ديال الحوار يعني واشتراك يعني الجمعيه طبقا يعني المقاربه التشاركيه اللي كينص عليها الدستور. السيده القائده يعني ديال الملحقه الاولى اكادير المحيط يعني قامت يعني بواحد عمل جبار، يعني تواصلت مع السيد المندوب الجهوي للسياحه يعني من اجل يعني فتح باب الحوار
مع الجمعيه ولقى حلول يعني جذريه للكفاءات اللي كتعيش التهميش والاقصاء وسميتو. السيد المندوب يعني من بعد يعني حنا كنا كنراسلوا اول حاجه بعدا كان عده مراسلات يعني المندوبيه الجويه والسياحه، يعني هي اصلا يعني مؤسسه يعني كنسميها مؤسسه يعني عديمه الجدوى، ما كتخدمش المواطنين، كتنتج عده يعني كان بعض كتنتج يعني عده ديال الامور اللي كنعتبروها يعني خارجه عن نطاق القانون، بما فيها الاقصاء الممنهج، التهميش، عدم اشتراك يعني الجمعيات الفاعله في القطاع السياحي. من بعد عده مراسلات ما كانش كيجاوبنا، تدخل السيده القائده قالت له ديال الناس راه خصك تجلس معاهم. من بعد جلسنا معاه وسميتو يعني الحلول ما كايناش، قال لك اودي ما يمكنش يدير الحل، بقى كيناقش معنا يعني الجو ديال المباراه يعني فيها الشفافيه والديمقراطيه. كي لو كانت هناك شفافيه وديمقراطيه احنا ما نكونوش كنحتاجوا كنديروا هذه المحطات النضاليه وكنخليو الوقت تاعنا وبزاف ديال الحوايج. قال لك لا، تقدروا نتوما ديروا تبدلوا الطومين ديالكم ديروا تعاونيه، حنا ندعموكم يعني بالفلوس يعني من السي ار تي من سمارت توريزم من الجهه من يعني مصادر ديال الدعم هو يقدر يعني يتكفل بها ويساعد الجمعيه. قلت له بان الجمعيه حتى الحساب البنكي ما عندهاش، حنا ما كنقلبوش حنا على الدعم ولا تعتبروه مال العام، يعني حتى الا كان الدعم حنا غنفقوا يعني في الانشطه اللي كتخدم يعني القطاع السياحي، وحنا ما كنبغيناش كاع حنا الانشطه اللي كنقوم بها حاليا حنا كنفقوا من مالنا الخاص، يعني كنكوتوزو بيناتنا وكنضموا انشطه. من بعد يعني شنا ما كاينش حوار ما كاين والو، رجعنا للوقفات امام الولايه. دخلت السلطات المحليه قالت لنا اودي راه الجهات الوصيه راه هي المندوبيه الجويه السياحه، يعني ما كتجيو توقفوا قدام الولايه راه عدم الاختصاص، بحال كنتي مريض ومشيتي عند المحامي. لا حنا فاهمين واني راه السيد الوالي راه متصاحب جال على مستوى الجهه والاقليم. واخا من بعد نظمنا وقفات حجه من المندوبيه الجويه والسياحه، يعني شي 10 الوقفات تقريبا، يعني كنا كنظموا يعني مرتين في الاسبوع 3 مرات. من بعد يعني فتح معنا واحد الحوار، درنا واحد اجتماع رسمي، كان السيد باشا ديال المنطقه الحضريه اكادير المحيط، السيده القائده يعني الممتازه في الملحقه الاداريه اكادير المحيط، والسيد المندوب يعني درنا السيد المندوب الجوي السياحه، درنا اجتماع يعني في الملحقه الاداريه، اجتماع رسمي كان حاضر فيه عده اطراف. يعني قال لك بانه يعني ما كاينش يعني ما يقدرش يعني يفعل حتى شي حاجه، يعني بالنسبه للحل راه ما كاينش امام السلطات المحليه واعضاء ديال المكتب ديال الجمعيه، يعني قال لك ما كاينش الحل. قلت له شنو هو الدور ديال الجهويه؟ راه سيدنا راه كيخطب من يعني المملكه عندها واحد التوجه ديال ترسيخ الجهويه والاقاليم راه من الثمانينات، منذ الثمانينات القرن الماضي، والمملكه خدامه على ترسيخ الجوده، وبان يعني كانت توجيهات ملكيه ساميه كتقول لك بان يعني اذا كان جميع الملفات تعالج على مستوى المركزي فما جدوى وجود اللامركزيه والتمركز الذي ارتئينا على ترسيخه منذ بدايه القرن الماضي. توجيهات ملكيه ساميه يعني ما كتخرجش بعين الاعتبار، بالاضافه الى التوجيهات يعني الوزاريه ديال الوزاره الوصيه داخل قبه البرنامج. السؤال اللي طرح عليها يعني في اطار كيفاش كتشتغل وزاره السياحه في اطار تبسيط المساطير والاجراءات الاداريه وتقريب الاداره للمواطن. السيده الوزيره صرحت بان يعني وزاره السياحه يعني من اليوم يعني من 29 اكتوبر في الشهر المنصرم يعني يعني فعالات يعني فعالات الجهويات، يعني عندها بان المندوبيات الجهويه ديال السياحه عندها السلطه الاداريه من اجل منح تراخيص مهن سياحيه ضمن الارشاد السياحي. السيد المندوب قال لك هذا تحدث لك داخل الاجتماع يعني الاسئله اللي كنعطي. قلت له ودي التصريحات ديال السيده الوزيره، قال لك ودي راه كاينين واني ما نقدر هو يدير والو. قلت له يعني انت قال لك انا مرتبط بقرار يعني رسمي من الوزاره الوصيه. هذه التوجيهات ديال صاحب الجلاله ديال الجهويه، التوجيهات ديال الوزاريه ديال الوزاره الوصيه السيده الوزيره المحترمه. قال لك انا ما نقدر هو المشكل، قال لك انتم راه ماشي استثناء، كاين ناس في مراكش والرباط وكذا، اذا درت معكم هكا راه يكون مشكل. قلت لي بان الا خدمتي انت هذا الملف هذا الا حليتيه بانك راه خدام ماشي يكون عليك مشكل لا تخرج على خدمتك ولا كذا. يعني هو تيصرح يعني كان اجتماع رسمي، كان تحرر واحد المحضر ديال محضر ديال الاجتماع، يعني كاع الاقوال اللي كنصرحوا بها جميع الاطراف راه كتكون تحرر تما في ذاك في المحضر. يعني الحل ما كاينش. احنا صعدنا يعني الوقفات يعني الاداره يعني الوزاره امام الوزاره الوصيه بالتنسيق مع الجمعيات اللي كتضم الكفاءات الميدانيه في الارشاد السياحي.
ديسمبر، ويعني احتجينا يعني هذه السياسه ديال الاقصاء اللي تعرضنا لها جميعا في المباراه الاخيره اللي عرفت يعني مجموعه ديال الخروقات بما فيها الزبونيه والمحسوبيه والسياسه ديال المحاباه وديال اعطاء فرص للدخلاء واقصاء يعني الكفاءات اللي كتحتاج وخرج للشوارع اليوم وكتحتاج تمديدا على الاقصاء اللي تعرضوا ليه. وكانت مبادره ملكيه ساميه. يعني المباراه يعني الشروط ديال المباراه اللي كانوا فيها هي خاص بذوي الكفاءات الميدانيه الذين لا يستوفون شروط التكوين، بان الدوله الناس هادو سمتهم كفاءات ميدانيه، يعني عندهم تجربه ميدانيه، سمتهم كفاءات ميدانيه. يعني حتى الموضوع ديال المباراه كان خاص بذوي الكفاءات الميدانيه والذين لا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في الماده 6. الماده 6 ما فعلتهاش الوزاره الوصيه، اش فعلت في المباراه؟ فعلت الماده 31. ماده 31 بان الناس هادو كفاءات ميدانيه، يعني عفاو الدوله من المسؤوليه ديال التكوين وديال التأطير، تكفلوا بها بوحدهم بشكل يعني ذاتي، معلمين مكونين عندهم تجربه ميدانيه، يعني التراكم ديال عده سنوات في الميدان، كاين ناس 30 سنه 40 سنه، ويعني كما كتعرف القطاع الغير مهيكل يعني ما كاينش يعني ملي كتكون خدام في واحد القطاع اللي غير مهيكل كيكون عندك اكراهات بما فيها يعني ما كاينش الضمان الاجتماعي، ما كاينش تقاعد، ما كاين يعني معرض لبزاف ديال الحوايج رغم الصمود ديال الكفاءات هذولا. الناس كانوا كيتعتقلوا، الناس كيدوزوا حرس النظريه، يعني المحاضر اللي كانت كتحرر لهم يعني ديال الارشاد الصحي بدون ترخيص راه كلها محاضره 600 درهم. يعني الناس عاشوا يعني اكراهات يعني في هذا الميدان هذا، ورغم ذلك يعني ماشي يكون عليك مشكله تخرج على خدمتك ولا كذا. يعني هو تيصرح يعني كان اجتماع رسمي، كان تحرر واحد المحضر ديال محضر ديال الاجتماع، يعني كاع الاقوال اللي كنصرحوا بها جميع الاطراف راه كتكون تحرر تما في ذاك في المحضر. يعني الحل ما كاينش. حنا صعدنا يعني الوقفات، يعني الاداره يعني الوزاره امام الوزاره الوصيه بالتنسيق مع الجمعيات اللي كتضم الكفاءات الميدانيه في الارشاد السياحي النهار 19 ديسمبر، ويعني احتجينا يعني هذه السياسه ديال الاقصاء اللي تعرضنا لها جميعا في المباراه الاخيره اللي عرفت يعني مجموعه ديال الخروقات بما فيها الزبونيه والمحسوبيه والسياسه ديال المحاباه وديال اعطاء فرص للدخلاء واقصاء يعني الكفاءات اللي كتحتاج وخرج للشوارع اليوم وكتحتاج تمديدا على الاقصاء اللي تعرضوا ليه. وكانت مبادره ملكيه ساميه. يعني المباراه يعني الشروط ديال المباراه اللي كانوا فيها هي خاص بذوي الكفاءات الميدانيه الذين لا يستوفون شروط التكوين، بان الدوله الناس هادو سمتهم كفاءات ميدانيه، يعني عندهم تجربه ميدانيه، سمتهم كفاءات ميدانيه. يعني حتى الموضوع ديال المباراه كان خاص بذوي الكفاءات الميدانيه والذين لا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في الماده 6. الماده 6 ما فعلتهاش الوزاره الوصيه، اش فعلت في المباراه؟ فعلت الماده 31. ماده 31 بان الناس هادو كفاءات ميدانيه، يعني عفاو الدوله من المسؤوليه ديال التكوين وديال التأطير، تكفلوا بها بوحدهم بشكل يعني ذاتي، معلمين مكونين عندهم تجربه ميدانيه، يعني التراكم ديال عده سنوات في الميدان، كاين ناس 30 سنه 40 سنه، ويعني كما كتعرف القطاع الغير مهيكل يعني ما كاينش يعني ملي كتكون خدام في واحد القطاع اللي غير مهيكل كيكون عندك اكراهات بما فيها يعني ما كاينش الضمان الاجتماعي، ما كاينش تقاعد، ما كاين يعني معرض لبزاف ديال الحوايج رغم الصمود ديال الكفاءات هذولا. الناس كانوا كيتعتقلوا، الناس كيدوزوا حرس النظريه، يعني المحاضر اللي كانت كتحرر لهم يعني ديال الارشاد الصحي بدون ترخيص راه كلها محاضره 600 درهم. يعني الناس عاشوا يعني اكراهات يعني في هذا الميدان هذا، ورغم ذلك يعني كيقدموا واحد الصوره للمملكه، يعني صوره جميله. كاين ناس عندهم اصدقاء يعني على برا ولا كيدخلوا هنا يشجعوا المستثمرين يجوا للبلاد، يعني هادو هما السفراء الحقيقيين اللي خص تعترف بالحقوق ديالهم. المحطات يعني بين قوسين يعني النضاليه اللي كنقودها يعني السبب الرئيسي هو الاقصاء الممنهج اللي كنعتمدوا لمندوبيات الجويه السياحه، يعني كنعطيو فرص للدخلاء. كنشوفوا حنا الناس دخلاء الميدان كيجيو كيتقصاو الكفاءات اللي خرجت لهم المباراه ديالهم، وكانت يعني تحظى يعني بمبادره ملكيه، يعني ملي كتقول خاص بالاشخاص الخاص بذوي الكفاءات الميدانيه راه صاحب الجلاله. يعني من معايير المباراه هو التفعيل ديال التوجيهات الملكيه الساميه، يعني الراميه من الاشخاص اللي توفر تجربه في القطاع الغير مهيكل فرصه الاندماج في الجهود باش نواكبوا الرؤيه الملكيه ديال 2030. يعني المغرب راه تبدل، رغم ذلك كنشوفوا يعني بعض المسؤولين ما تيخدموش المواطن، ما كايناش الديمقراطيه التشاركيه اللي كنتي سولتيني عليها. يعني
في هذا الاطار، في اطار البحث عن الحلول الحلول ما كايناش. يعني الجهويه متقدمه فينا هي، لا ما كايناش ترسيخ الجهويه. الا تكلمنا على تقرب الاضرار للمواطن، لا ما كايناش تنسيق مع المندوبيه حاليا دابا. المندوبيه الجهويه السياحه هي لا تعترف بالديمقراطيه التشاركيه واشتراك المجتمع المدني في المساهمه في القرار كما كنص الدستور ديال المملكه. يعني هادشي ما كنعرفوش، هادشي حبر على ورق. السلطات المحليه يعني كنشيدوا يعني بالمجهودات الجباره ديالها اللي كتقوم يعني من اجل خدمه المواطن وفي الصالح العام. يعني هي مشكوره بعد على الوصل النهائي اللي عطات الجمعيه، بالاضافه الى يعني الوصل ديال المكتب النقابي ديال ذوي الكفاءات الميدانيه اللي منضوي تحت اللواء ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. يعني كتشوف يعني السلطات المحليه يعني كتقوم بواحد المجهودات اللي يعني جباره، يعني بغات تغيير، بغات تنظيم ديال عده ديال القطاعات، وكتشوف مسؤولين اخرين يعني ما كاين والو. حدث السي رضوان عدم الاستجابه للمطالب ديال الجمعيه، ما هي الخطوات القادمه؟ بالنسبه يعني لجمع مطالب، يعني احنا كنسميوها يعني حقوق مسلوبه، يعني تحيدات لينا احنا وتعطات للناس اخرين. في اطار عدم استرجاع الحقوق المسلوبه يعني غنقوم بخطوات جد تصعيديه بما فيها يعني الدخول يعني في اعتصام مفتوح ولو يعني اقتضى الحال. يعني احنا كما كنقولوا بالعربيه احنا معونين على كل شيء. يعني ملي كتشوف الحق ديالك مشى يعني راه كتنوض عليه بالطرق يعني المتاحه والمشروعه يعني في نطاق احترام القانون والدستور. شكرا لك السي رضوان أوري. السي رضوان أوري رئيس جمعيه منتدى رؤيه اكادير للتنميه الاجتماعيه، اللي سلط الضوء على الاشكاليه التي يعيشها المرشدين السياحيين داخل والعاملين بقطاع السياحه داخل المركب التجاري سوق الحد وبالمدينة عامة. ونضرب لكم موعد في حلقات مقبلة، وشكرا لك. شكرا سي محمد.